تخيل معايا انك صاحي بس مش حاسس بجسمك، بتشوف حاجات مش موجودة، تحس انك في حلم او كابوس ومش قادر تخرج منه. اهلا بيك في عالم الكتامين، الدواء اللي بدأ كمخدر العمليات وبقى دلوقتي مخدر في الشوارع، بيفتح بوابات مرعبة لعوالم خطيرة. في الفيديو ده هنعرف الكتامين بيعمل ايه في جسمك، بيستخدموه في ايه، وليه بقى خطر ومنتشر جدا وسط الشباب. هنغوص في دماغ الشخص اللي بيجربه وهنشوف ازاي ممكن تغير حياة حد بالكامل للأسوأ. لو مهتم بالعلم او عندك فضول عن اخطر انواع الهلوسة، فالفيديو ده معمول ليك. الكتامين هو دواء كانوا بيستخدموه زمان في العمليات الجراحية للحيوانات، وبعدين بدأوا يستخدموه للبشر برضه. الكتامين بيشتغل على المخ وبيأثر على الإحساس بالألم، بيخلي الشخص يحس إنه مفصول شوية عن الواقع، جسمه مرخي وحاسس إنه مش قادر يعمل أي حاجة ومش طالبة معاه ولا بأكل ولا بحركة. الكتامين وتأثيره على الذاكرة، الكتامين بيأثر على جزء من المخ اسمه هيبوكامبوس، وده اللي مسؤول عن الذاكرة. والناس اللي بيستخدموه لفترة بيبدأوا ينسوا حاجات أو يحسوا بتشويش في التفكير، وممكن كمان يحصل تشتت وعدم تركيز حتى بعد ما تأثيره بيخلص. الكتامين وتأثيره على المثانة، الاستخدام المتكرر للكتامين ممكن يخرب المثانة، الشخص بيبدأ يحس بحرقان في البول وممكن يوصل إنه مش قادر يتحكم في التبول. أطباء بيقولوا إن في حالات اضطروا يعملوا عمليات بسبب تلف المثانة من الكتامين. الكتامين والكحول كارثة، في ناس بتاخد الكتامين مع الكحول، وعشان ايه؟ عشان يظبط المزاج، وده خطر جدا. التركيبة دي ممكن تسبب فقدان وعي تام، اختناق، توقف تنفس، سكتة قلبية. الكتامين مش بيظهر بسهولة في التحاليل، وده اللي بيخلي بعض الناس تفتكر انه آمن، لكنه بيظهر في تحاليل متخصصة مش البول العادي، وغالبا بيبان لو اتعمل تحليل شامل لمخدرات الهلوسة، لأنه بيشتغل على مراكز في المخ مسؤولة عن المتعة والمكافأة، فالمخ بيطلبه تاني وتالت، ومع كل مرة الشخص بيطلبه بكمية أكبر عشان يحس بنفس التأثير. طب إيه هي طرق الاستخدام الخاطئة؟ في ناس بتاخده عن طريق الشم أو التدخين، وفي اللي بياخده بلع أو حتى حقن عضل أو وريد، ودي هي أخطر حاجة. طب هل الكتامين بيخلي الناس تنتحر؟ مش دايما، لكن بعد ما تأثيره بيخلص الناس اللي عندها مشاكل نفسية ممكن يزود عندهم الأفكار الانتحارية، وده طبعا لو كانوا بيستخدموه من غير إشراف طبي. طب بيستخدموا الكتامين في إيه؟ زي ما قلنا الكتامين بيعتبر مخدر في العمليات، خصوصا لو المريض ما استحملش البنج العادي، وبدأوا يستخدموه مؤخرا بجرعات صغيرة في حالات الاكتئاب الشديد اللي مش بينفع معاها أدوية تانية، وبيستخدموه في تسكين الألم الشديد جدا زي في حالات الطوارئ أو الحوادث، وكانوا بيستخدموه في تجارب علمية عشان يشوفوا تأثيره على المخ. الكتامين ليه تأثير غريب على المخ، لما بيتاخد بجرعة صغيرة بيبدأ يشتغل على مناطق في المخ مسؤولة عن المشاعر والاكتئاب، وده اللي خلى العلماء يكتشفوا انه ممكن يساعد في علاج الاكتئاب. الكتامين بيشتغل بسرعة جدا مقارنة بأي دواء تاني مضاد للاكتئاب، ممكن يحسن المزاج في أقل من ساعة. بيستخدموه للناس اللي عندها اكتئاب شديد جدا ومش بينفع معاهم الأدوية التانية، بس لازم يكون في مستشفى وتحت إشراف طبي. انما بره الطب في ناس كتير بتاخده عشان يرفع المزاج فجأة ويحسسهم براحة او نشوة، بيخليهم ينفصلوا عن الواقع وعن مشاعرهم السلبية. بعضهم بيقول عليه هروب من الاكتئاب المؤقت، لكن المشكلة ان تأثيره هو اللي مؤقت، وبعد ما بيخلص تأثيره المزاج بيقع تاني بقوة شديدة وبيرجع تاني الاكتئاب والقلق بشكل اقوى، وده بيخلي الشخص ياخد الكتامين تاني وتبدأ دوامة الإدمان. يعني هو بيظبط المزاج؟
بس الفترة قصيرة، سعرها كبير جدا، سعرها إدمان، هلوسة، مشاكل نفسية، وضرر كبير في المخ، وفي بعض الحالات اكتئاب أسوأ من الأول. طب هل يعتبر الكتامين خطر؟ طبعا الكتامين خطر لما يتاخد بكمية كبيرة أو من غير إشراف طبي، بيبقى خطر جدا، بيأثر على الوعي والإدراك، وممكن يسبب فقدان مؤقت في الذاكرة، ممكن يخلي الشخص يعمل تصرفات مش واعي بيها، ولو اتاخد كتير ممكن يعمل مشاكل في الكلى والمثانة، ولو حد اتعود عليه ممكن يسبب إدمان. هل هو مخدر قانوني؟ في أكتر البلاد الكتامين ممنوع يتاخد أو يتباع من غير وصفة طبية، يعني الكتامين مش قانوني كمخدر ترفيهي، ولكن ممكن دكاترة يكتبوه في حالات معينة جدا. الكتامين بيجي على هيئة سائل شفاف بيتحقن، وأحيانا بيتباع على هيئة بودرة بتتشم، وده بقى هو الاستخدام الغير قانوني. تأثيره بيستمر قد إيه؟ التأثير ممكن يبدأ خلال دقايق وبيستمر من نص ساعة لساعة حسب الجرعة وطريقة الاستخدام، وده اللي بيحصل للأسف عن طريق الاستخدامات الغير قانونية. بيكون تأثيره مختلف شوية عن الحقن، وده بيزود الخطورة جدا. بيبدأ مفعوله أسرع شوية من الطرق التانية، بس بيكون أخطر، بيخلي الشخص يحس بهلوسة قوية جدا من صوت وصورة، بيخلي عندك فقدان إحساس بالوقت والمكان، دوخة، وإحساس إن جسمك تقيل جدا، وإحساس إنك طاير أو مش موجود. طب الخطورة هنا التسمم العصبي، لأن الدخان بيوصل بسرعة كبيرة للمخ، والمشاكل التنفسية لأنه بيتدخن فبالتالي هيأثر على الرئة والممرات الهوائية. إدمان أسرع لأن الدماغ بتاخده بسرعة فبتتعود عليه أسرع، وده يودينا في خطر الدخول في حاجة اسمها الكي هول، وده بقى معناه فقدان وعي تام وشلل مؤقت. ممكن الشخص ينهار او يتعرض لخطر الموت لو كان لوحده. طب يعني ايه الكي هول؟ هو مصطلح بيتقال على حالة انفصال شديدة عن الواقع بتحصل لما الشخص بياخد جرعة كبيرة من الكتامين. الشخص وقتها بيبقى مش قادر يتحرك، مش واعي باللي حواليه، وممكن يحس انه خرج من جسمه او انه بيغرق في حفرة سوداء، عشان كده اسمها الكي هول. في ناس بتقول بتحس انها ماتت وروحها طلعت ورجعت تاني. اللي بيحصل في دماغ الشخص وقتها ان المخ بيبطل يستقبل اشارات بطريقة طبيعية، الاحساس بالجسم يختفي تقريبا، بيحصل هلوسات قوية جدا بصرية وصوتية، الوقت بيبقى بطيء ومش مفهوم، ممكن الشخص يحس ساعتها انه محبوس جوه نفسه. طب قد ايه بتستمر؟ من 30 دقيقة لساعة حسب الجرعة والتعاطي، بس بتبقى مرعبة جدا، وناس كتير بعد ما بتخرج منها بتحس بخوف وقلق واكتئاب شديد. هل ممكن الشخص يموت لما يدخل في حالة الكي هول؟ لو كان لوحده في احتمال كبير، ممكن يتخنق او يتعرض لحادث وهو مش واعي، او يبلع لسانه من غير ما حد يلحقه، او يدخل في غيبوبة. طب ليه ناس بتدور على التجربة دي رغم خطورتها؟ في بعض الناس بيفتكروا ان هم هيعيشوا تجربة روحانية مختلفة، بس الحقيقة ان دي مخاطرة كبيرة جدا، وكل اللي جربوها بيقولوا انها كانت تجربة مرعبة ومخيفة ومش حلوة خالص. ملحوظة مهمة جدا، الكتامين مش معمول عشان يتدخن او يتشم، الطريقة دي تعتبر اساءة استخدام كبيرة جدا، واللي بياخده كده بيعرض نفسه لمشاكل صحية ونفسية وقانونية كبيرة جدا. الكتامين ده مهم جدا في الطب، لكن لازم يتاخد تحت إشراف طبي. استخدامه كمخدر ترفيهي ممكن يكون خطر جدا ويسبب إدمان ومشاكل صحية ونفسية، فلازم نكون واعيين وننشر الوعي عنه. في الآخر الكتامين مش مجرد اسم في عالم الأدوية والمخدرات، ده سلاح ذو حدين، ممكن ينقذ حياة وممكن يضيعها. اللي بيتاخد في المستشفيات عشان يعالج، ممكن نفس المادة تخرب دماغ شخص وتعيشه في كابوس. القرار دايما في ايدك، تختار تستخدم العلم لمصلحتك ولا تستخدمه عشان تهرب من واقعك. افتكر دايما مش كل حاجة بتحسسك انك طاير معناها انك حر، ممكن تكون طاير بس في طريقك للوقوع.